طبعا معنا من الرياض أخونا فيصل، حياك الله. اهلا وسهلا. يا هلا والله. سناب الرياض وفيصل الجنيد، السياحة الرائعة، سياحة الطيبين معك فيصل، يا هلا فيك. الله يطول عمرك، وهذا شيء حقا علينا على الوطن. نعم. ان نقدم شيء ولو شيء بسيط للوطن وللمواطنين. يا هلا والله فيصل. طبعا أنا بتابع ما شاء الله سناباتك، وكثير من المستمعين بالتأكيد إذا يعني تكلمنا عن سناب الرياض وجولاتك الجميلة السياحية، خاصة السياحة الشعبية والتراثية وما إلى ذلك. أنت كيف تشوف إقبال الناس وتفاعلهم من الشباب وغيرهم لمثل هذه السياحة؟ والله حقيقة في الآونة الأخيرة وفي دخول وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة شفنا إقبال كبير على المناطق السياحية. يعني زمان ما كان فيه أي وسيلة أن نعرف الأماكن الجميلة نعم. في بلادنا إلا عن طريق التلفزيون السعودي أو عن طريق بعض الجرائد والمجلات اللي تتأخر في نقل الموضوع أو صحيح. أو التركيز على مكان معين. الآن ممكن نلقى واحد من الشباب تلقاه في مكان جميل على طول ينقل لك الصورة أول بأول. تجد أنه السناب ساهم وبشكل كبير في أن الناس تتفاعل مع الأماكن السياحية، سواء كانت هذه الأماكن قد تكون عادية بسيطة أو تكون جميلة رائعة، مباشرة مجرد ما عرف أنه شخص تكلم عنها راح وتوجهوا لها. ايوه، هذا بشكل كبير الآونة الأخيرة. نعم. انا لاحظت هذا يعني في زيارتي للجنادرية هذه السنة، كنت الأسبوع الماضي. يمكن كثير من اللي حضروا ومن مدينة الرياض، بعضهم يقول يعني أغلب قابلتهم قالوا الأول مرة وجدنا أنه السبب الأول اللي ساهم في تواجدهم يعني وكان ازدحام وإقبال يعني مختلف النظير عن بقية السنوات، بسبب فعلا التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا ساهم في نقل الصورة بطريقة مختلفة للشباب وللأسر وما إلى ذلك. صحيح هذا اللي صاير الآن. وفي برضه رؤية 2020-30 شفنا تطور كبير، وخصوصا بوجود هيئة الترفيه. نعم. فلمسنا هذا الشيء ولمسنا بعض متطلبات الشباب، بدينا نشوفها على الواقع. يعني السنة الماضية والسنة هذه وأنا عندي بعض الأخبار من الفعاليات القادمة. أيوة. جدا راح تفيد الشباب وراح يجلسوا في البلد، ما راح يطلعون برا، لأنها راح توفر لهم الشيء اللي هم يحتاجونه. نعم. وجودك كان في أحد الملتقيات مثل رواد السفر والسياحة، مشاركتك رغم أنك أنت سنابي فيصل، لكن ما شاء الله حبيت أنك أنت تتواجد حتى في الفعاليات المنظمة، وليست فقط عبارة عن أنه شيء عشوائي. أنت تبنيت الفكرة تبني جميل. يعني كيف يعني وجدت مثل هذه الملتقيات كشباب يحبوا أنهم يعملوا في المجال السياحي؟ وهذا أحد توجهاتنا، أن نبين للمجتمع ولفئة الشباب بشكل خاص إيش موجود في البلد، إيش فيه. نعم. إيش صاير بشكل عام يعني. فتواجدنا في ملتقى مثل ملتقى السفر والسياحة، ملتقى الجنادرية غطيناها تقريبا 3 أو 4 مرات. أمس برضه كنا في أحد الرياض اللي حول الرياض نغطيها. هذا بيجينا ردود فعل كبيرة من المتابعين. وين المكان هذا؟ أنا ساكن في المكان في قريب من المنطقة لكني ما أدري إن فيها هذا الشيء. فشكل سياحة حديثة نقدر نسميها. وبحكم أني أنا متخصص بالجانب التراثي في سناب الطيبين، فلاحظنا في الآونة الأخيرة خصوصا ال10 سنوات الماضية في تطور كبير في السياحة التراثية. السياحة التراثية هذا تخصصي بالذات. يا سلام. ولو تشوف كثير من القرى والمدن أعادوا بنائها، ويمكن أهاليها نفسهم هم اللي أعادوا بنائها، لأن صار فيه وعي كامل من المجتمع بأهمية التراث والمحافظة عليه. فهذا شيء جميل، لدرجة أنك تروح القرى التراثية تلقى فيها سكن،
وتقدر تسكن في نفس البيت التراثي الطيني يا سلام. كأنك عايش قبل 50 سنة 60 سنة، تعيش كيف كانوا آبائنا وأجدادنا عايشين. رائع. الحمد لله. يعني تفرق، يعني تحمد ربك انك عايش بنعمة الآن، ونحمد الله. والله جميل أن يتبنى مثل هذه الفكرة، أنه السائح سواء كان المواطن أو المقيم ومن يأتي من خارج المملكة، إذا رغب أن يكون في أي مدينة من المدن أن مثلا يسكن ويأكل في نفس المكان ومن نفس الطعام اللي بيأكلوا أهل البلد بطريقتهم القديمة. انه خلاص يعني الواحد مل انه يكون في مكان يعني عصري موجود في كل مكان، يعني هذا الامر، لكن اني انا بكون على نفس تراث اهل البلد، هذا اللي يبحث عنه كل سائح يعني. وانت يمكن لمس هذا الشيء، وجميل انك تتبنى هذه الفكره اخوي فيصل. صحيح. وحنا برضو في سناب الطيبين نسوي رحلات مع المتابعين، رحلات تراثيه. من ناحيه عملكم انت يعني تبنيت المشروع كمشروع استثماري اخوي فيصل، كيف؟ لا والله، ولا مجرد انه ما وصل استثمار. طيب هل ممكن انه يرقى الى موضوع استثماري فيما بعد؟ الاقبال هل يعني فعلا الشباب اللي يعني يريدوا ان يكون لديهم مؤسسات او شركات خاصه في موضوع القطاع السياحي، هل هذا الامر مشجع بالنسبه لهم؟ والله مشجع لأبعد درجه، لانه قليل بصراحه. كثير مناطق نزورها نبحث عن مرشد سياحي، نبحث عن مكان مثلا نسكن فيه، قليل يعني. أي. أنا رحت أمس كنت في مثلا بلدة أشيقر تبع الرياض، حدود 180 كيلو بالقرب من شقرة. نعم. ما شاء الله عادوا بناها، لكن ينقصها بعض الاحتياجات مثل السكن التراثي في أحد البيوت أو الدور. الشيء هذا موجود في مثلا بلدة مثل سدير، في بعض البيوت ممكن انك تسكن فيها وتعيش فيها. الناقص في وين؟ في المرشدين السياحيين، وهذا الآن وجدنا عدد قليل منهم، وقليل نلقى. يعني الحين إذا بغينا نروح وجدنا دعوة لمنطقة معينة، أيوة، لازم نسأل عن هل يوجد مرشد سياحي يورينا الأماكن السياحية في المنطقة، لأن أنا ما راح أعرف كل صغيرة وكبيرة في المكان. أكيد بلا شك. فهذا فيه دخل كبير وله مستقبل كبير في السياحة التراثية بشكل خاص. أشكرك فيصل الجنيد، يعني صاحب سناب الرياض سياحة الطيبين، وطبعا أنا أدعو المستمعين إن شاء الله لمتابعة أخونا فيصل، وأكيد هو له يعني مكانته معروف عند العديد من المهتمين في السوشيال ميديا. شكرا لك. الله يطول عمرك، وتشرفت في هذا اللقاء. شكرا لك، والشكر لكم مستمعينا الكرام، وبإذن الله تعالى لمن رغب أن يعود لهذه الحلقة بالإمكان العودة إليها إن شاء الله عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب للاستماع إليها. شكرا لجميل متابعاتكم ومشاركاتكم. تحية مني أنا عادل برباع، ومن الكنترول الزميلة رشا انديجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.